هل بتحسي بالإرهاق العاطفي؟ هل بتلاقي نفسك دايما مجهدة ومشحونة عاطفيا لدرجة ان انت مش قادرة تماما انك تتعاملي مع الأحداث الكتير قوي اللي بتحصل في يومك؟ فخليني أقولك ان الإرهاق العاطفي دايما بيحصل لما انا بيكون عندي قدرة كبيرة قوي فوق المعتاد ان انا اكون بدي كل حاجة لكل الناس وانسى نفسي. لما بحمل نفسي مجهود اكبر بكتير من المجهود اللي المفروض ان انا اعمله، الناس بتتحامل عليا بشكل اكبر من المعتاد، وده بيخليني ان انا احس ان انا مش واثقة من نفسي كفاية. فلما بحمل على نفسي زيادة عن اللزوم كل حاجة حتى لو كانت بسيطة، بحس انها زي ما تكون تقيلة قوي عليا وان انا مش عارفة اعملها. فطبعا ده بيسبب لي ارهاق قوي جدا وبيخليني ان انا مش عارفة اتعامل. فالارهاق ده اللي انت حاسة بيه هو مش ده النهاية، هو ده اشارة ليكي عشان يقولك كفاية. كفاية ان انا اعمل حاجات كتيرة جدا للناس وانسى نفسي. كفاية ان انا افضي طاقتي كلها للناس وابقى مش قادرة ان انا اخلي طاقتي دي ليا انا شخصيا. فعشان ان انا اعيد شحن طاقتي من تاني محتاجة ان انا ارتب اولوياتي، احدد ايه الحاجات اللي انا محتاجة ان اعملها، احدد مين الناس اللي انا المفروض ان انا ابذل عليهم مجهود ومين لا. وقبل كل ده ان انا منساش نفسي، ان انا لو هبذل مجهود فانا ببذل مجهود اولا لنفسي، وبعد كده بشوف مين الناس القريبين مني اللي يستاهلوا فعلا يتعمل لهم مجهود. فلما برتب اولوياتي وتكون اولويتي الاولى هي نفسي، لما بهتم بنفسي بقدر ان انا بدي الناس اللي حواليا وانا مرتاحه. فلو انت حابه ان انت ازاي تتعاملي مع الارهاق العاطفي، لو انت حابه ان انت ازاي تتعلمي ازاي تعرفي ترتبي اولوياتك، لو انت حابه ان انت ازاي تتعلمي ان انت نفسك هي الاول وهي رقم واحد، اشتركي دلوقتي في كورس ارفع ثقتك بنفسك وتوكيدك لذاتك واستحقاقك. هتلاقي لينك الكورس موجود في الديسكريبشن تحت او موجود في البايو اللي موجود في البروفايل.